إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. الحمد لله. صدر هذا النظام، وهو النظام رقم 2002 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس 2020، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، كما يحدد هذا النظام أيضا كيفيات تطبيق هذه العمليات البنكية من طرف أو من قبل البنوك والمؤسسات المالية. فهذا فتح كبير، نسأل الله دوام النعم وتمامها إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا النظام إن شاء الله الذي قنن ما هو مقرر في شريعة الله عز وجل أن يكون عاملا مهما في دفع عجلة التنمية وفي تطوير الاقتصاد الوطني. لا شك أخي حمزة أن هذا النظام استجاب لجملة أمور. الأمر الأول أنه استجاب لحكم الشريعة، فالشريعة الإسلامية التي تضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة، كما قال ربنا عز وجل في سورة الجاثية في الآية رقم 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة التي تنظم العبادات جملة وتفصيلا، كذلك تنظم ذلك المجال الحيوي وهو مجال المعاملات، خاصة ما يتعلق بمجال المال والأعمال والاستثمار والمجال الاقتصادي، فهذا مجال حيوي. لذلك الشريعة الإسلامية قررت جملة من الأحكام التي تعد سياجا منيعا للمال، والمال كلية من الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، تضاف إلى الكليات الأربع المعروفة التي تحدث عنها نعم. الإمام الشاطبي الإمام رحمة الله على وجه الخصوص في كتابه الموافقات، والعز بن عبد السلام سلطان العلماء، والإمام الآمدي، والإمام الماوردي وغيرهم من العلماء. هؤلاء العلماء تحدثوا وفصلوا في بيان هذه الكليات. فكلية المال، المحافظة على المال، هذه كلية كبرى. لذلك فهذا النظام، نظام 2002، استجاب لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال المحافظة على المال. وكذلك استجاب هذا النظام لقوله تعالى كما في سورة البقرة في الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فهذه الآية وردت كما يقول العلماء بصيغة القطع واليقين، فهي قطعية في ثبوتها وقطعية في دلالتها. وهناك آية أخرى أيضا تضاف إلى هذه الآية 275 من سورة البقرة، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تؤكد على حرمة الربا. والربا كما يقول العقلاء، الربا مدمر للمقدرات، الربا مدمر للاقتصاد، الربا صانع للأزمات. والذي يستقرأ التاريخ ويستنطق التاريخ يدرك على وجه القطع واليقين أن الكثير من الأزمات الاقتصادية التي عاشها الإنسان من أسبابها الكبرى الربا المحرم شرعا، والربا حرام قليله وكثيره حرام. ثم أن هذا النظام استجاب أيضا لرغبة المجتمع الجزائري، والمجتمع الجزائري مسلم والحمد لله، ونداءاته كثيرة. يعني في كل مرة هناك نداء وأصوات في كل مكان تنادي بضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية لينظر الله عز وجل إلينا بعين الرحمة. ثم أن أهل العلم وأهل الاختصاص في هذا المجال يدركون تماما
بأن نظام الصيرفة الإسلامية بما يقترحه ويقرره من عمليات بنكية من صيغ التمويل الإسلامي. بالمناسبة هذه العمليات البنكية أشار إليها النظام 2002 في المادة الرابعة، أشار إلى هذه التفاصيل، أشار إلى المضاربة، أشار إلى المرابحة، إلى المشاركة، إلى الاستصناع، إلى عقد الإجارة، إلى صيغة السلم. يعني وكل هذا يعني نجده في المدونة التي صدرت عن تمام عن الجهات يعني المعنية. نعم في نظام 2002 يعني في تفاصيل في هذا النظام. ذكرت المادة الرابعة، ثم المادة 14 أيضا أشارت إلى، قبل أن نعود للمادة 14 نبقى مع المادة الرابعة. هذه الصيغ أخي حمزة تستجيب لرغبات الناس. نعطيهم مثال: نظام المرابحة. نظام المرابحة يسد ثغرة كبيرة في حياتنا من خلال الإيجابيات التي في هذا النظام، ومن خلال تفاديه للسلبيات في العمليات الربوية المحرمة شرعا. وكذلك نظام المشاركة. صحيح. هذه الشراكات أو المشاركة تفيد من مبادئها الكبرى الاشتراك في الربح والخسارة. الاشتراك في الربح والخسارة، وهذا مبدأ شرعي قار، والمخاطرة من قبل جميع الشركاء، فالكل يشترك في الربح إذا تحقق، والكل يشترك في الخسارة لا سمح الله. ونظام المضاربة أيضا هذا يستجيب أيضا لأمر مهم جدا. نفترض جدلا أن شخصا يملك مالا والشخص الآخر يملك معرفة، فالاثنان يبرمان عقد المضاربة. أحدهما يملك المال، يملك رأس المال، والآخر يملك المعرفة، السافوار فير، يعني المعرفة في مجال معين، فالاثنان يبرمان عقد المضاربة. هذه صورة من صور المضاربة، وعقد الاستصناع وصيغة السلم. هذه العمليات في الحقيقة وهذه صيغ التمويل الإسلامي تستجيب لمقتضيات الاقتصاد الوطني. ثم أخيرا أخي حمزة، ولا أطيل لأنه الموضوع يحتاج إلى تفاصيل سيأتي بيانها إن شاء الله إليها يعني في فضاءات أخرى وفي حصص متخصصة بإذن الله. فقط في جزئية مهمة وردت في المادة 14. نعم. هذه المادة 14 تنص على الهيئة الوطنية العليا المكلفة بالإفتاء في الصناعة أو للصناعة المالية. وهذه الهيئة ترافق البنوك وترافق المؤسسات المالية من خلال شهادة المطابقة المنصوص عليها قانونا في المادة 14. وهذه الشهادة تعتبر كانت تأشيرة لذلك البنك أو تلك المؤسسة المالية من أجل إنجاز عملية من العمليات البنكية. نسأل الله التوفيق.